وش اخبارك يا مغرب عن ديارك؟ وين انت وش اخبارك يا مغرب عن ديارك؟ انا كل يوم اكحل ناظري بدارك. وين انت وش اخبارك يا مغرب عن ديارك؟ وين انت وش اخبارك يا مغرب عن ديارك؟ انا كل يوم اكحل ناظري بدارك. اتمشى تحت هالسور وناظر بيتك المهجور. اتمشى تحت هالسور. تشرفنا اليوم في مقابلة أحد الأعمدة في الدوري الاستثنائي لنادي النصر 2014 و2015. حياكم الله، شرفتوني. الحارس المبدع عبد الله العنزي. الله يحييك ابو حسن. الرياضة والكورة والجماهير، الجماهير النصراوية تحديدا ما ينسون عبد الله العنزي ولا ننساهم احنا. الله الله. نعم. وين عبد الله العنزي الآن؟ والله موجود، انا رجعت على قولهم مسقط راسي على الارض. بعرعر. اي نعم. يمكن مقصرين كثير حق النادي وحق امور كثيره، يعني حتى في حق انفسنا. الجمهور يعني كان وده يعرف يعني وش سبب ابتعاد عبد الله العنزي فجأة. والله شوف، يمكن الكثير مو عارف، يعني في فترات كان في اصابات وكذا، فوصلت لمرحله انه الإصابات كانت الإصابات والى الان والله قاعد اعاني منها. اي نعم. الإصابات يعني داهمت عبد الله العنزي، وهذه أحد أسباب ابتعاده. من الاسباب الرئيسيه طبعا ابتعاده عن الرياضة. طبعا ابتعاد الرياضه بشكل عام. حلو. ناصر عبد الله العنزي، ناصر عبد الله يسدد، تضيع وضيعها الكبير كبير يا عبد الله العنزي، والنصر كبير وفرصة الهدف ضاعت. ولاحظ ردة الفعل، يا الله يا الله، شوف ردة الفعل، حناجر قلوب ايادي كلها لك انت يا عنزي، لك انت يا عبودي، اعطوك حقك مضيع اليوم الشمراني، مضيعها وردها وابدع فيها عبد الله. برافو، رايح يا سلام الحلال. أكثر مباراة في ذاكرتك وما تنسى؟ والله كل المباريات، لكن دائما الشيء اللي يكون فيه انتاجيه وفي بطولات هذا هو اللي يبقى راسخ يعني. ولكن ما في مباراة يعني فيها ذاكرتك يعني ما زالت؟ والله انا احب اول شيء الديربي، ورقم اثنين المباريات اللي تكون ضد الفرق الايرانيه بايران. مين من اللعيبه النصراويين اللي ما زال مستمر بالتواصل مع عبد الله العنزي من الجيل الاستثنائي اللي هو 2012 13 14؟ مين بقى مع اللعيبه؟ والله كثير نتواصل، لكن على راسهم الامير فيصل ابو تركي. الله. في حسين، في سهلاوي، ابراهيم، حسين، عبد الغني، سهلاوي، والباقيين والله يعني وقت، لكن الاغلب هذول الشباب يعني راسهم الامير فيصل يعني. الله الله، ابو تركي ما ينسى. ابو تركي جامع طيب ومرجل عليك. الله الله. انت غير الناس عندي، انت عندي شيء كبير، كيف بصبر وانا شايف ناس من حولك كثير، انت غير الناس عندي. عبد الله، هل تذكر في مباراة يعني قدمتك او قربتك لجمهور النصر اكثر؟ والله ان شاء الله ان نكون قريبين، وان شاء الله نكون قدمنا اللي نقدر عليه. انت ما قصرت مع جمهور النصر، ويعذرونا اذا قصرنا يوم من ما قصرت والله. لكن يمكن اول مباراة يعني تقريبا كان عمري 16 سنة ضد الاتحاد كانت، والاتحاد كان بعزة وفريق اللي هو كاس عمرك فيصل. 16 سنة تقريبا 16 والفريق الاول؟ اي نعم، كاس فيصل بدايته كانت 2007 والنهاية كان في 2008. كانت اول رجعة البطولات للنصر بعد انقطاع يعني. وجودك في نادي النصر هل هو عشق وحب ولا
صفقة من الصفقات اللي شوف بالنسبة بالوقت الحالي والعشر سنوات الأخيرة الاحتراف يعني غطى على الميول، لكن بالنسبة لي أنا نصراوي عاشق للنصر وراح أبقى عاشق للنصر إلى أبد الآبدين. من الصغر؟ طبعا ما فيها كلام، العائلة كلها نصراوي. ما شاء الله ما شاء الله. عبد الله كيف شايف حراسة النصر هالموسم؟ والله طبعا أنا أول شيء سبينا أنا من أشد المعجبين فيه من سنوات، متابع له من سنوات. فسبينا بالنسبة لي يعتبر من أفضل الحراس اللي مروا وراح يمرون بتاريخ الكرة السعودية بشكل عام. وتجربة الحارس الأجنبي؟ والله أنا ضدها من زمان، يعني كان لي تصريح قديم وضدها من زمان، مش ضدها، أنا ماني موجود الآن عشان ما حد يفهم إنه، لكن الآن قلة الحراس السعوديين، مو قصور، موجود عبد الله المعيوف، موجود محمد العويس ما قصر، موجود فواز القرني، لكن برضو قللت ظهور إذا في مواهب موجودة الآن موجودة الحارس الأجنبي قلل ظهورها يعني. عبد الله لو جاك عرض الآن من أحد الأندية في أمل ولا ما في أمل؟ أرجع ألعب النصر. ترجع؟ نعم. ترجع للنصر لو بغيت ترجع؟ نعم، لكن الحين على قولهم خلصنا وإن شاء الله قدمنا اللي علينا وهذا اللي نقدر عليه وهذا اللي ما تحس إن اعتزالك بدري؟ والله قلت لك نرجع ونقول الإصابات كانت يعني لا سبب مشكلة كبيرة كانت عندي، ولو أن العالم ما كانت يعني تعرف الوضع، يعني ما دام يشوفونك في الملعب فأنت سليم لازم تدي 100%، وهذا حقهم علينا. النجومية والشهرة أثرت عليك بشكل كبير من أي ناحية؟ من ناحية الخصوصية بشكل عام. والله شوف أنا رجال ميال الخصوصية كثير، أحب الهدوء وأحب فكانت مؤثرة عليك بشكل يعني والله أنا ماني محب للشهرة أبدا ولا وعشان كذا بعيد أصلا المجال الإعلامي كامل يعني. جيت النصر وعمرك كم؟ تقريبا 14 إلى 15 14 سنة. 14 سنة؟ أي نعم، جينا من تقريبا كنا تونا مخلصين من. طلعت من النصر وعمرك كم؟ والله ما أبغى أصرح. ما تبي تصرح؟ الحين كبرنا شيء. الله يوفقنا وياك. إن شاء الله. ألف شكر. شرفتوني شرف لنا طال عمرك. بارك والله. وشكرا لرحابة صدرك وعلى الاستقبال الطيب. الله يحييكم واعذرونا إذا أخطينا ولا قصرنا. لا ما من قصور والله، رايتك بيض الله يطول عمرك. يلا يا قلبي تعبنا من الوقوف، ما بقى بالليل نجمة ولا طيوف. يلا يا قلبي تعبنا من الوقوف، ما بقى بالليل